بسم الله على بركة الله. عسلامة اخوتي في الله، ان شاء الله تكونوا بألف خير وصحة ونعمة انتم تتبعوا فينا. نهاية جديد وتبارة جديدة، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس كل جديد. حطوا لي لايك على الفيديو فضلا وليس امرا. كما تشوفوا بالله ما شاء الله نعملوا الكبسة متاع الاردن اللي هي بالدجاج. بما انه ما فماش روز عملتها بشرب لسان عصفور. الاختيار ليكم، يعني في الشوربة تحبوها جويدة وتحبوها كبيرة، ليكم الاختيار. احنا عملنا الكبيرة شوية. لا اله الا محمد رسول الله. كما تتبعوا معايا اخوتي في الله، حطينا بزيت زيت معاها بصلة وشوية ثوم، وحطينا زوز دجاجات كاملين كما هما، نخليناهم هكا يتشحطوا على ظهرهم يعني على الجلدة متاع الدجاج. وباش ناخدو الشوربة الشوربة عفوا شوربة البيضة اللي هي لسان عصفور. ناخدو الكمية اللي حشتكم بها. لا اله الا محمد رسول الله. بالطبيعة باش نفوحوها بشوية ثوم وشوية ملح شوية كركم وشوية زيت بالطبيعة، ونخلطوهم مليح مليح، نخليوها على شيرة حتى نقليو الدجاج متاعنا وياخد تميرة هي منظر سمح. لا اله الا محمد رسول الله. كما شفتوا معنا اخوتي في الليل، ونحطوا لها الفاح اللي سبق وذكرته لكم، هو كركم فلفل شوية ملح وشوية ثوم. نجموا زادة تحطوا شوية فلفل أكحل يعني في المرحلة هذه، وإلا تخليه في المرقة من بعد، يعني ليكم الاختيار منا ولا منا. باش نحطوا شوية فلفل أكحل ونخلطوهم مليح مليح مع شوية زيت، ونخليوها على شيرة باش تتفرك من بعد جينا كعب كعبة. نشحطوا الدجاج متاعنا، احنا خلينا مع بعضهم هكا كاملين يعني، خاطر من بعد باش نقليوها تعطينا منظر مزيان كما كنتم تشوفوا. بعد ما تتقلى مليح اخوتي في الله، وقت باش نمرقولها بالسمح، يعني ما نمرقوش شويه، ديما نخليو عيننا ميزاننا، خاطر بعد باش نحطو البطاطا ونزيدوها كعبتين هكايا ورقات رند باش تعطيكم قوه بنينه. كما تعرفوا الثوم يمشي معاه برشا الرند. بعد ما نسقيوها تسقية نفورناها اخوتي في الله، وقت نسقيوها تسقي اللولانيه. بعد ما نسقيوها تسقي اللولانيه نخليوها تشرب بالسمح المرقه متاعها. والمرقة كيف حطينا فيها شوية ملح باش هاك الدجاج يعني كيف ياخل بنا، ما نحطوش كان في الشوربة الملح، حطينا في الشوربة وفي المرقة. خلطوها بالسمنة وحكي نمرقولها بزيت شوية ونخليها تشرب كي دقيقتين ثلاثة، ما نحركوهاش، نخليوها حتى لين تشرب، وبعديك نحركوها بالسمح. والتفويرة الثانية اخوتي في الله، وقت نحطوا لها البطاطا وقت نحط البطاطا ورقة الرندك يعني في التسقية الثانية. التسقية الأولى ما نحطو حتى شيء، جست نحطو الشوربة تفور مشوار كي ونحطو نسقيوها، وبعدك ما تشرب نرجعوها تفور، وبعد ما نعاودو نسقيوها مرة ثانية. وقتها باش نحطو نحطو البطاطا وورق الرد. لا اله الا محمد رسول الله. ونرجعوها تفور كما تشوفوا. وبما انه البطاطا والرند يعني قاعدين يطيبوا بالطبيعة، الشوربة قاعدة تفور مرة أخرى. وكما تعرفوا الشوربة لسان عصفور ما تقعدش برشا تفور، يعني في سما تحضر، خليها تفور في عقلها. بما انه الدجاج يطيب، وقت نطلعوا الدجاج ونطلعوا البطاطا متاعنا، ونحطوا الشوربة في الماء، نطفيو عليها النار ونخليو كيعينا ميزاننا حبة من الشوربة تشرب الماء الكل. وبالطبيعة باش نزيدو شوية ثوم في الاخر باش تجيكم الشوربة فايحة وبنينة، ورشة كي فلفل اكحل، ونحطو الشوربة في المرقة ونطفينا النار ونخليوها تشرب. بالطبيعة نحركوها ونخليوها تشرب وتتفرك تجيك مكعبة كعبة، خاطر فيها بزيت زيت في الشوربة وبزيت زيت كيف في المرقة. لا اله الا محمد رسول الله. باش نقليو معاها بطاطا هذيك باش نقليوها من بعد، باش نقليو الدجاج باش يعطيكم منظر مزيان على الاخر. وباش كيف باش نقليو البصل من بعد. عن البصل الاحمر تنجم تقليو البصل الابيض يجيكم كراميليزي، لكن البصل الاحمر يعني يجيكم مستحمر ما يخش برشا يعني لون غامق. وكيف تنجموا تقليو زاد معاه فلفل، انا قليت من بعد فلفل جبنين برشا وطماط كيف عظم، وتجيكم أكلة بنينة برشا وفي ساعة ما تحضر. إن شاء الله تعجبكم وصفتنا، وكي تعطيني رأيكم فيها وجربوها بالطريقة اللي طيبناها بها، وسريعة تكوني سريعة في ساعة ما تحضر وما تاخذش برشا وقت. لنا نقليو في البصل كما قلت لكم اخوتي في الله.
يجيكم بنين برشا. خليوه كي لين يحمر بالسمح. استغفر الله العلي العظيم واتوب اليه. هذه البلان متاعنا كما تتبعوا اخوتي في اللي قلينا البطاطا اللي سبق وطابت في المرقه وكتجيش كيف كيف وكالبصل. كما قلت لكم تنجموا تزيدوا اضافات اخرى، عظم مقلي ولا مصموط والا كيف كيف فلفل مقلي. تنجموا تصمتوه العظم وتقليوه اخوتي في اللي زاد يجيكم بنين برشا. ان شاء الله يعجبكم المنيو متاعنا. حطوا لي لايك على الفيديو فضلا وليس امرا. خليتكم صحه وعافيه في فيديو قادم. سلامه.